حسيت ان انا في حاجات ناقصاني كتير. انت بقالك قد ايه شغال في الصيانه؟ من 2008، يعني حوالي 17 سنه مثلا. من 2008. ومن 2008 لحد النهارده 2025، 17 سنه، كنت بتعمل فيهم ايه؟ انا شغال صيانه عادي، مفيش مشكله، بس انا وصلت لدرجه ان انا برضه في اعطال بتقف قدامي كتير. شغال صيانه بتعمل ايه؟ شغال صيانه بعمل ايه؟ يعني تقريبا كل حاجه، بس انا برضه في حاجات اساسيه انا كل حاجه يعني؟ بتشيل معالجات، بتشابلن معالجات مثلا؟ مع الاجهزه اللي عندي مش كافيه، انا بشيل. ماليش دعوه الاجهزه كافيه ولا مش كافيه، الواقع ايه؟ انت وصلت لحد فين؟ بتعمل ايه؟ بتغير شاشه؟ بتغير سوكت؟ تمام، كل ده ماشي. بتغير ايسيات رسالات عاديه ولا محميه؟ ده عاديه. طب محمية ما لا بتغيرش؟ محميه، لا ما غيرتهاش قبل كده. ذاكرة مش لا ذاكرة؟ برضه زي كده لا. واي فاي الحاجات دي؟ لا لا، واي فاي، واي فاي الحاجات كلها بغيرها. لو محمي؟ لا محمي لا، مش بغير حاجه محميه. انما اللي مش محمي بتغيره. امم. طيب فكيت بوردتين ايفون اكس مثلا؟ لا ايفون اصلا انا تقريبا شبه ما اشتغلتش في الايفون خالص. طيب الاجهزة الاندرويد اللي هي بوردتين اشتغلت فيها؟ لا فكيت برضه لا. البوردتين لا. بتوعها؟ طيب 17 سنة ايه؟ وانا عشان م- كده حسيت ان انا في حاجات ناقصاني، قلت له يا فندم. حسيت لسه انا حاسس بعد 17 لا مش سنة؟ كده. الدنيا بتتطور كل يوم. اكيد. فانا بقى زائد مفيش وقت خالص معايا، اللي هو من شغل لبيتي ومن شغل لبيتي، مش اكتر من كده. طبعا هو كل حاجة بميعاد، يعني هو اكيد. ربنا بيكتب لنا كل حاجة بميعاد، بس هو برضو في حتة علينا احنا ان احنا نسعى. اكيد طبعا. ف الندم مش هيرجع اللي راح. لا هو انا مش يعني ندمان. الندم على ان انا لا لا لا، انت مش ندمان تبقى غلطان، لانك انت لو كنت طورت من نفسك قبل كده من كنت. 17 سنة كنت هتبقى دلوقتي في حتة تانية، كان زمانك بقيت خبير دلوقتي. اكيد. ف 17 سنة أنا بستغرب لما الناس بتكلمني ويجي يقول لي أنا عايز أخد كورس، فأقول له بتعمل إيه؟ يقول لي بغير شاشة، بغير سوكت شحن. أقول له أنت كده هتخش كورس للمبتدئين. يقول لي بس أنا مش مبتدئ يا باشمهندس، أنا بقالي 5 سنين شغال. 5 سنين بتعمل فيهم إيه؟ بتعمل فيهم ايه؟ هو مش بالوقت بس، ما اسمهاش انا بقالي 5 سنين شغال. ده ممكن واحد يكون لسه بيبتدي وبقاله سنة واحدة شغال ويكون معديك. اكيد طبعا. ف والكورس اللي احنا فيه ده دلوقتي ده اسمه كورس المبتدئين في المذر بورد، يعني مش بتاع مبتدئين اللي هو يلا نفك شاشة ونغير بطارية ونغير جرس وسماعة. لا، ده هو احنا ناس بنعرف نعمل الحاجات دي وشغالين في الموبايل وبنغير الشاشات والكلام ده كله، بس عندنا مشكلة في التعامل مع البوردة. اما ان احنا ما تعاملناش معاها خالص قبل كده، واما ان احنا واحنا شغالين بيواجهنا مشاكل. في ناس تقول لك انا ما اعرفش اركب اي سي جي غير جديد، ما اعرفش اشابلن. يعني انت ازاي عايش حياتك؟ ده انت في تتبع العطل او في فحص الجهاز انت ساعات بتبقى مضطر انك تشيل الاي سي عشان تفحص تحت منه، وبعد كده تشابلنه وتنزله تاني او تنزله زي ما هو من غير شبلنه. فانت كل اي سي عايز تفحص تحت منه هتركبه جديد. طب افرض مش موجود، وبعدين دي تكلفة عالية جدا عليك انت كفني. فدي ده اللي احنا فيه، ده كورس بيعلم الناس ازاي تتعامل مع المذر بورد. في ناس هي عندها مالتيميتر وكل اللي تعرفه عن المالتيميتر ان هو لو اداك صفارة يبقى كده في قفلة، لو ما اداك صفارة يبقى ما فيش قفلة. الموضوع مش كده. احنا في الكورس ده احنا ما بنستخدمش اصلا وضع الصفارة ده، لان في حاجة ادق